في قرية نائية عاشت أم تدعى سعاد. كانت مشهورة بحبها لنفسها أكثر من حبها لأبنائها. كانت دائما تتفاخر بنجاحاتها وتلوم أطفالها على أي خطأ. مرت السنوات وكبرت الأطفال، لكنهم بدأوا يعانون من انخفاض تقدير الذات. وفي أحد الأيام اكتشفت سعاد أنهم قرروا الابتعاد عنها وعدم التواصل. شعرت بالوحدة والندم لأنها لم تعطيهم الحب الذي يحتاجونه. أدركت سعاد أن النرجسية كانت تحجب عنها رؤية جمال العائلة. بدأت بالاعتذار وطلب المساعدة منهم، وتعلمت أن التواصل والحب هما ما يعزز العلاقة. الحكمة هنا: القلب الذي لا يحب لا يمكنه أن يحب. في القرية بدأت سعاد تكتشف أن الحب والعائلة هما أغلى ما تملك، وأن النرجسية لا تبني إلا الحواجز. ومع مرور الوقت أصبحت سعاد مثالاً للرحمة والتعاون، حيث أدركت قوة الحب في إصلاح العلاقات والقلوب.